اليوم حنقول لكم علاش ما تجوزتش ليبية. والله الموضوع هو كنت ما نبيش نفتحه، لكن لين صار الموضوع هذا. يوم طبيعي خاش للمطبخ، لقيت طنجرة على الغاز، قلت خلي نشوف وشن الغداء اليوم. فتحت الطنجرة لقيت غداء غريب، خديت التليفون وقلت خلي نصور ستوري. قلت لهم امتى انت تكون مرتك مش ليبية تكون اجنبية اتوقع الغداء يكون اي حاجة غريبة. ووريت الماكله ضحكت وقلت لهم قصدي بالله يقولوا لي شن هذا. جميل نزلت ستوري في الفيسبوك والانستغرام والامور تمام، حتى التعليقات اللي جتني جو مليح، ضحك واحد. جتني حاجه هيك قلت لي مويد نزله في التيك توك، قصدي انت اللي كلبه ما نزلت شيء، واحده تنشط الجو. نزلت قصدي مش حاط شيء في راسي، رقدت نط الصبح لقيت هجوم. حساب الموضوع تمكي، لا صفحة ليبية عندها مليون نزلت بوست، شاب ليبي متجوز أجنبية يقول لما تروح الغداء توقع تلقى أي وجبة غريبة عادي. الفيديو في التعليقات ما فيش زي بنت بلادك. فتو بنقرأ التعليقات ونرد عليها ونقول لكم السبب علاش ما تجوزتش ليبية. خلينا نقرأ التعليقات. عندنا التعليق الأول من أختنا نوسا سو شن قلت لك؟ طبعا محصلة 300 لايك الله يبارك، يعني 300 بنت موافقينها. الموضوع هو الأجنبية ساعدها قوي، يعني الأجنبية عندها حظ. ضروري نترجم لكم. والله كأنها ما عادش عرفت كيف نقرا الواحد، يعني كانها هي جت ليبية طربقت الدنيا عليا. أول شيء أختي نوسا سو، أنا مش حنطربق الدنيا عليك، هي مفروض تطربق الدنيا عليها مفروض، يعني ليبية، لأن أنت تتكلمي على يعني عليك معناها أنا بتجوزتك وتمانها. فهمتي؟ فأنت في جديدة اكتبي طربقت الدنيا عليها، اللي هي لو كانت ليبية. هذا تحليل النحو الله يبارك. نجولي موضوع الأجنبية اللي ساعدها قوي. الموضوع مش إن هي ساعدها مليح ولا ساعدها مش مليح، هو الغداء ما كانش أصلا حتى ليه. يعني أنا العبد لله تمارين ورز ودجاج، نجي نخش نلقى في رز ودجاج ناكل فيهم مرات حتى نطيب فيهم أنا، مش موضوع. فالأكل أنا استغربت من الأكل إن نخشت المطبخ لقيتها مطيبة هي المدام الحاجة اللي روحها قوية المدام، وقصدي مداير حاجة غريبة. صورتها إن هم يديروا في حاجات غريبة، بس علاش ساعدها قوي وكان ليبيا طربقت أمها الدنيا. ليبيا بالعكس لو لقيتها مطيبة حاجة هيك بنقول لها بوس على الراس وبنقولها قصدي أختي بالله عليك ديري لنا رز ودجاج وتم الموضوع. طبعا نوسا هذه معلقين عليها ناس، يعني خلينا تو بنطلعوا شويه من البوست متاعنا. رد عليها علي العارف قال لها ما انتو ما جيتوا شيء مشيت ردت عليها واحده تانية سوسانا، ما انا مش عارف من هي هذه سوسانا. تفتح برا ريح روحك، حساب الاجنبيه بتموت عليك، حتى تخطب من جنبها مش حتشوفك. والله رابخه في التعليقات. امال شني حتى الاجنبيات تشوف في الفلوس بس عادي زيدها لا شكل لا فلوس، شن بيتجوزوكم الاجنبيات على اخلاقكم. مالا يقول الرجاله ما يعيب الا جيبه. خيركم يا ولاد صلوا على النبي، هو غداء ومش ليا وقصدي عادي، قصدي ربخ ببنات الذكور والاناث. عندنا تعليق من بيشا 2992 حلو واخده 135 لايك. اللي ما ياخدش من ملته ما تبرش علته. واحده تكتب لك ما تملش علته منين برته، معناها انا بنوض الصبح بنمشي بنسافر وبنجوز اجنبيه طول. يعني تخيل انت تنوض الصبح تقول لك ما تبرش علته، بتقولها بتبرش ماليك طول. رد عليها ناتن قد ما عرفتيش وانت تكتبي فيها ولا لا عندها الله حق. نبراسكو تستاهلوا، تو كان ليبيا تبهدلها من العراق، لكن الاجنبيه ما تقدر تتفتل. هي تقصد تتقاتل معاها. هو نقول لك حاجه الحق يعني بمجيز الواحد، هو من ناحيه انك انت الاجنبيه ما تقدرش تدير لها شيء، ما نقدروش على بعض، لان لو بتمسها بتمشي للشرطه بيرحلوك. هذا موضوع احنا متفاهمين فيه وعارفينه مش حن واحد. ولو كان ليبيا تبهدلها من العراق قصدي احنا ما عمرنا ما نعرفوا فيهم الليبيات، بالعكس نسايروا فيهم ويا عيني تخدي معياني وبرا. نانا الوليد تستاهل، مخلي العصبان وماشي العدس، خليه ينفعك العدس توا يا موي. نانا الوليد عندي في السناب طبعا. اول شيء نحبوا العصبان كلنا، لكن العصبان ما نكتبوش على بعض، نديروا اناف ماليه يديروا فيه في العيد بس، يعني ما نشوفش فيه. حتى ولو انا جوزت ليبيا مش حديروا لي العصبان. والعدس
قوية فيه فيتامينات. عدسه عنده شكل على الأقل. أخوي محمد بن منصور قال لي هذه ماكلة كلبكم يا غالي. والله ما ماكلة كلارة، ماكلة كلارة نظبطها أنا. عندنا البطة قال لك أعطيني نتجوز أجنبية وما نبيش نتغدى. بيصيم هو. اسمعوا والله انا مش ندي لك الجو متاع كان بتتجوز اجنبيه خير من الليبيه والليبيه خير اجنبيه، نسوين كلهم زي بعض، النفخ موجود والتمرميد موجود وكل شيء موجود، فهمتني؟ فانت ما يغركش الموضوع ان غير اعطيني اجنبيه تو عادي ناكل حتى خبزه وتراب، لا هذا هيك انت معناه وهم، هيك خشينا في مرحله الوهم. اسمع عبد الرحمن شن قال لكم، ما هو انت مسكر ماك تاخذها ليبيه وتريح راسك، اقل شيء ما يتجوزوش البرة الليبيات. هو احنا تمينا من الحرب وتزيد انت تاخذ اجنبيه، ليبيه تعلى ولا يعلى عليها. الله اكبر خويا عبد الرحمن، تصفيقه لاخونا عبد الرحمن. يا عبد الرحمن خذوا ليبيات يا تريس خويا عبد الرحمن. نحب نقول لك اول شيء الليبيه تكلف، يعني انا اصلا لو انا قاعد في ليبيا مش حتلقاني متجوز اخوي عبد الرحمن، لان الماديات متاعي والعائله متاعي صعب ان انا نتجوز، تمام؟ الا لو بتسكنوا مع عماليه وحوش امي في دار، وهذا مستحيل، هذه واحده. ثاني شيء لا غنى عن الليبيه، هذا الشيء عارفينه. حلو. ولا يعلى على الليبيه، نحب نقول لك انت تصطاد هنا في التعليقات، والله هيك فقش خذ اخوي عبد الرحمن. ويرد عليه بتعليق ثاني اخونا AIVLY، اهم شيء اجنبيه، الماكله نديرها حتى بروح. هو الحقيقه انا طيب روحي رزي ودجاج المرات تبلي في الماكله بس، لكن انا عندي خازن رك في 5 وجبات في اليوم، كل 3 ساعات نطيب وانا ساعه جوي مليح نشوي في دجاجاتي ورزي واحد. حتى في ليبيا يومي ما خليش فيها ندير شيء، انا ندير فطوري وغداي وكل شيء، يعني باش ما تقولوش لا خاطر مش نبدا حتى امي لا شاورما ماشي شاور، يعني انا نباتيه، هذا علاش بناخذ واحد اجنبي باش نطيب له هيك وما يتكلمش. حتى هذه تبي تاخذ اجنبي، صار فين بنويت يبوا ياخذوا اجانب، انا اول مره هذه قصدي في ليبيا لاحظت ان البنات يحبوا الليبيين، موضوع كبير هذا، حتى البنويت يبوا ياخذوا من الاجانب، انا حساب جو بنلقى البنويت يسبوا فيا واحد، لكن في اجنبيات يعني ليبيات يدعموا في الموضوع الجواز بالاجانب والعادات والتقاليد والواحد. هي شيء طبعا. وزير ليبيا 2 قال لك شكلها تحسابك عصفورة تطق زيوان. والله حتى انا فتحتها انا حساب الزوان هذاك زيوان ولا شو اسمه، ماكلة العصافير بتاع البقلينو. اللورا معلقة قصدكم متجوز واحدة بولندية علي، كنت راسمة حياتي معاه. شكله في مواضيع هنا وجو. نتعب عليه ما تحملش، لكمش راعي جو بشحوط. متجوز مؤيد، متجوز تو كان مش متجوز لك لح وما فيش شيء، تو على خاطر انا متجوز كلكم طلعتوا تبوا واحد تبوا تتجوزوا نقص يعني. يا رورا قصدكم متجوز خلاص ردينا لي قصدكم متجوز 100 جزء درناه في الثانيه في اليوتيوب، قصة حياتي وبولندا وصفر وكاتروات ويامات سود. امال شنو تبي تاكل بازين يعني؟ خيركم شبين علاش هيك متعصبات انتم؟ جونا جميل، تجوزت الاولى نجوز واحده بولندا ونجوز واحده بالليبي، خير ركوا حتى 4 عادي، شنو المشكله؟ واحد وفليه والجهد موجود. تستاهل خيرهم الليبيات، فاش قصروا معك تروح تلقى هديك المبكبكه تفحفح والكسكسي والبصل وريحتها تفتح النفس مع المسير. والله لا صح يا تامي، لكن باش توصلي لعمليه المبكبكه اللي تفحفح والكسكسي تبي نص مليون قريب، من وين بنجيبهم لكم انا نص مليون؟ تتجوزوا بدون فلوس تجون كيموكم، لكن مش قصدي انا ندفع نص مليون باش تديري لي المبكبكه المفحفحه والكسكسي، بديرهم لامي. قالت لك وخيرها الليبيه من شن تشكي؟ ما خديتهاش، كان هذا الغداء والمكرونه والصلصه والكسكسي توا والدنيا كلكم نفس الكلام طبعا، دليتونا بام الكسكسي والمكرونه خلاص، انت ما هم يديروا لي المكرونه والكسكسي مستورده اكيد، مش حتلقى الكسكسي والرج والرشته. واو كراهوا الجواز مش كسكسي ورشته وبزين، كان عندي حسابي هذا هو موضوع بطن، بس في مواضيع تانية كبيره. خلوا فينا نطلعوا من الواحد مقطع هذا زي 18 هيك. روح لليبيا يتجوز تاني وكل اسبوع عنده واحده، والله فكره مليحه. تخيلوا اننا نتجوز واحده في ليبيا وندير اسبوع مش اسبوع، نديروا شهر في ليبيا شهر في بولندا. هو انا ليبيا بدات نمشي هلبة، لو تبوا نتجوز ليبيا
ترضى ان هي تعيش في حوش مالي، وترضى ان انا راهو شهر في بولندا وشهر في ليبيا. كان ترضى بالموضوع هو نتوكلوا على الله، توا نروح نتجوز، لكن ما بين جو عرس واحد راه بنجي نتم نقروا الفاتحه ونحطك في الحوش ونروح. البنات في التعليقات يحسوك كان مواعيدهم بالجواز كلهم مبادين فيها تستاهل. والله لا رسمي يا مبتري، والله لا حاسس ان كلهم كانوا صحباتي وكلهم انا قلت لهم نجوزكم وسافرت وهربت. قصدي خير، علاش انتم هيك؟ في جديد ليبيا تجوز، قصدي هذه ما تجيش، زبطوها كيف تجيه يا متى. واحد يقول لك في جديد دير هذيك الحاجه، لكن في جديد جوز ليبيا هذه قصدي كانه جواز عادي بتاع طول الصبح هاي بناخذها هي اليوم. لكن لا جتش مليحه خلاص هاي ناخذ اللي بعد. قصدي كي الو السلام عليكم وين اختي ميمي؟ عيات انا من ناحيه ان انا عيات منهم التعليقات وتقربعت هيك سادها. بس قبل ما ننهي المقطع ضروري ما نوضحوا موضوع علاش تجوزت قصدي علاش ما تجوزتش ليبيا. الموضوع باختصار ان احنا عارفين ان الموضوع قضاء وقدر دقيقه، ان الموضوع اسمه نصيب. مش انا اللي اخترت نبي ليبيه بولنديه هنديه، قصدي هيك نصيبي جاي ان انا تعرفت على البنيه هذه قصدي اللي هي مرتي وتجوزها. وثاني موضوع ان قاعد نقول لكم فيها لو انا موجود في ليبيا مش حنتجوز، لان قصدي الجواز في ليبيا يبي فلوس. نزلوا الاسوام شويه ممكن واحد يخش على واحده بصر عليكم. لكن قصدي حتى في زيني هالبناس قصدي ناس كبيره في العمر تبي تتجوز ومش قادرين يا اخوي، غلاوه واحد مفخر صاير. فمشكورين يا ولادي يا البنات، ولو تبون نجوزوا ليبيات قصدي نقصوا لنا في السعر 100. كان معكم السحسوح. دقيقة لو انك انت ما تعرفش علي شيء تفرج على قصة حياتي حتعرف انا مني اتجوزت وعلاش وكيف والقصة كاملة 100. كان معكم السحسوح، سلام عليكم.